إذا إلى ثلاثية جديدة من ثلاثيات المايسترو كولر تقرب الأهلي وتجعله على بعد 4 خطوات فقط إن شاء الله من حسم الدوري العام المصري 2022 على البنك الأهلي، الفريق العنيد جدا طول السنين اللي فاتت. ارجع كده بالهيستوري أو بالتاريخ لآخر 7 أو 8 مواجهات بيننا وبين البنك الأهلي، هتلاقي دايما النتيجة 1 أو 2-0 بالكتير قوي، غير ان انت عندك 3 مرات من بين تعادل ايجابي 1-1 او تعادل 0-0. يبقى على مدار ال3 سنين اللي فاتوا كان البنك الاهلي من الفرق اللي دمها تقيل جدا في مواجهتها للاهلي، ودايما بتخسرنا نقط اثناء الصراع على الدوري. ولكن النهارده قدر يعني بكل حسم شديد جدا كولر ان هو يخلص الماتش بدري ونزل بالقوه الضربه تقريبا على المستوى الدفاعي وخط النص بالذات. يمكن التغييرات البسيطه اللي عملها على مستوى خط الهجوم بوجود شريف لمحاوله ان هو يديله ثقه، ولكن محمد شريف يأبى تماما ان هو يستغل هذه الفرصه. يعني هو لو قصده ان هو يرفض الفرص دي مش هيعمل اللي هو بيعمله ده. والنهارده يعني بجانب الاداء السلبي جدا ليه طول الماتش، الانفرادين اللي ضاعوا النهارده دول ما ينفعش يضيعوا من مهاجم مبتدئ. فكولر النهارده نزل بالقوه الضربه سواء الشناوي او في حراسه المرمى او معلول على الاطراف، ووراه وفي خط الدفاع عبد المنعم وياسر اللي هو بيعتمد عليهم حتى في الماتشات الافريقيه، ونص الملعب من ديانج ومروان عطيه. ولكن ادى يعني عمق هجومي للاعب الثالث، مش لعيب دفاعي زي مثلا السوليه او حمدي فتحي او حتى القندوسي، كان مدي لمحمد مجدي قفشه، ثم الثلاثي الهجومي المتالق بيرسي تاو ومعاهم محمد شريف زي ما احنا قلنا، وعلى الناحيه الشمال كان احمد عبد القادر لراحه حسين الشحات بعد المجهود بتاع الفتره اللي فاتت. ومن فاول عالمي على طريقه ميسي قدر يفتح التسجيل علي معلول اللي خلاص خطف كل قلوب الاهلاويه مدى الحياه. انا ما اعتقدش ان هيجي او جه لعيب مش مصري جوه النادي الاهلي ممكن يكون في معزه علي معلول. يعني خلاص الراجل ده قرب يبقى من معزه الخطيب وابو تريكه واللعيبه اللي عندها مكانات خاصه جوه قلوب الاهلاويه. وبعد كده زود النتيجه وضاعف النتيجه الى 2-0 في الشوط الاولاني. احمد عبد القادر بهدف جميل جدا، الحمد لله ان هو ما بداش يرقص ويعمل الحركات بتاعته دي. ومع نهايه المباراه خالص قدر الثنائي اللي نزلوا مع بعض قندوسي ومحمود عبد المنعم كهربا ان هم يحرزوا الهدف الثالث باسيست حلو جدا من واصرار ان هو ياخد الكوره القندوسي، ثم محمود كهربا اللي حطها بذكاء شديد جدا وانهى النتيجه 3-0. الموضوع النهارده مش موضوع ان انت بتكسب اللقاء ده ب3 او بتقرب للدوري، الموضوع هو منظومه. ناس كتير هتزعل مني في اللي انا بقوله واللي قلته السنين اللي فاتت لما كان موجود معانا بيتسو موسيماني، ان رغم كل انجازاته اللي على عيني وعلى راسي زي ما انا قلت قبل كده كذا مره، ولكن كان الاهلي يفتقد الشخصيه، وخصوصا قدام الفرق اللي زي اللي احنا بنلعبه النهارده، الفرق اللي بيلعبوا النهارده اللي هو البنك الاهلي. ان دايما اللي انت لما كنت بتحط او بتلعب قدام الفرقه اللي بتحط الاتوبيس او بترص الاتوبيس بمفهوم او باللفظ الدارج كرويا وبترص اللعيبه قدام المرمى، كنت دايما بتحس في الفترات اللي فاتت بالعجز التام. في فتره بيتسو موسيماني كنت بتحس ان انت مشلول تماما، مش قادر تتعامل مع هذه الدفاعات الكثيفه، ما كانش في افكار تقدر تخلص بيها الماتشات اللي زي دي، بل كمان ان انت كان بيحصل عليك يعني كامباك وكور بحاجات مرتده بتنهي ماتشات كتير قوي بالهزيمه كمان. وشفنا الكلام ده على مدار السنتين اللي فاتوا، ان انت ازاي كنت بتخسر ماتشات في اخر دقائق من فرق بتلعب بطريقه الدفاع المقفول تماما او بطريقه الباص اللي احنا بنقول عليها او الاتوبيس اللي بنركنه دوت، وما كنتش بتقدر ان انت تطلع بال3 نقاط، بل بالعكس انت في بعض الاحيان كنت بتخسر. ده يدل على وجود شخصيه، وجود فكر، وجود رؤيه، وجود تعامل نفسي، وجود حاجات كتير جدا كان الاهلي يفتقدها. وبالمناسبه دي انا ان شاء الله في خلال ال3 ايام الجايين بمناسبه اجازه العيد هعمل حلقه مفصله عن كولر وعن نتاج الموسم ده كله ان شاء الله الكولر، انتظروها برؤيتي الشخصيه وعايز اسمع فيها رايكم طبعا ونشوف ايه رايكم فيها، وعايز اقيم التجربه بقى بشكل كامل وعقلاني ومع بعض ندردش فيها كده ونشوف رايي يعني ارائكم فيها ورأي موافقين
موافقين رايي فيها ولا لا. فبالتالي انا من اكتر الحاجات من اكتر الحاجات اللي كانت مضايقاني السنين اللي فاتت اللي هي السلبيه الشديده جدا وعدم القدره على اختراقات الدفاعات المتكتله. قدر كولر السنه دي يتعامل مع الموضوع ده، مع الوضع في الاعتبار ان هو بيعمل روتيشن. اي نعم الروتيشن ده ما هواش يعني بالشكل القوي والمؤثر جدا جوه الملعب، ولكن بدا يعمله واحده واحده، بدا يدي ثقه للعيبه. النهارده بنشوف محمد ضو كريستو اللي هو اللاعب التونسي الشاب اللي عنده امكانيات رائعه. القندوسي بدا ياخد ثقه اكتر. فخري انا ما زلت شايف ان هو مش محتاج فرص، بس برضه بيلعبوا. حتى اللعيبه اللي بدات تحس انها دكه بقى يديها وقت. النهارده بنشوف قفشه يا جماعه قصه ثانيه خالص. عارف ان احنا كلنا متضايقين من قفشه الفتره اللي فاتت جدا، بس انا عايزك ترجع معايا بالذاكره 3 أو 4 سنين لورا وتفتكر قفشه مع فايلر وقفشه مع كولر. لو انت مش حاسس بان قفشه مع فايلر وقفشه مع كولر غير قفشه تماما مع موسيماني، يبقى انت هتبقى ظالم الراجل ده كان مع فايلر حاجه ومع كولر احسن شويه، هو اقل شويه طبعا من ما كان مع فايلر، بس اتفرج على قفشه دلوقتي عن ما هو كان مع موسيماني. هي دي الفكره ان انت بقى عندك حركيه، بقى عندك انسيابيه، بقى عندك فلكسبيليتي ومرونه في عمليه التعامل مع الدفاعات المتكتله والافكار اللي قدامك، وبدا عندك شغل مدربين من بره. ده قدر يفيد كل اللعيبه ويخلي كل اللعيبه تطلع امكانيات تانية من عندها غير اللي كانت موجوده. النهارده بنشوف الفرقه بتقدر انها قدام فرقه يعني ياما ضايقتنا قبل كده بتحسم اللقاء بكل اريحيه، وبتقدر تدي نفس لمدربك ان انت مع النص الثاني من الشوط الثاني بدات تجرب لعيبه وتجرب خطط وتدي ثقه اللعيبه وتريح لعيبه والكلام ده كله. ولكن مازال عندي مشكله كبيره جدا في مركزين. انا غير طبعا مركز راس الحربه اللي اتكلمنا عليه وقلنا ان شريف الموضوع بقى صعب جدا، وما زلت بقول ان كهربا عامل دوره وزياده على مستوى راس الحربه، ولكن هو مش راس حربه اصلا يا جماعه. مركز حراسه المرمى انا يعني هي علامه استفهام بالنسبه لي الكولر. ليه ماتش زي منتخب السويس اللي فات في الكاس هو المفروض ماتش سهل، ليه في الماتشات الدوري دي ما تبداش تدي علي لطفي ومصطفى شوبير؟ مش لازم يكونوا هم موجودين في فجاه نلاقيهم موجودين بسبب ظروف وبيتالقوا. علي لطفي لما احتاجته لقيته، مصطفى شوبير لما احتاجته في ماتش اصعب ما يكون ان هو يواجهه حارس قليل الخبره سنه مش كبير لقيته وبقوه. طب يا جماعه نستفيد بالدفعه دي. يعني هي دي يمكن نقطه اللوم الصغيره اللي انا بلومه عليها. والنقطه الثانيه طبعا يعني محبوب القلوب ومعشوقها حاليا علي معلول محتاج ان هو يرتاح، لان انت محتاج ان انت تلاقيه في الماتشات الاصعب. انت داخل على الكاس مع فرق اتقل طبعا، بعد ما بتلعب في الادوار المتقدمه على فرق اصعب، داخل بعد كده على السنين الجايه او الفتره الجايه يعني الموسم الجاي السوبر الاوروبي الافريقي في شهر 8، وراها ترجع افريقيا تاني والدوري الجديد، وعندك سوبر الافريقي اللي هيتلعب في شهر 8 مع الاتحاد العاصمه الجزائري في جده. فعندك ماتشات مهمه، فانت محتاج ان انت تريحه. بس انا عارف ان مفيش باك ليفت عندك موجود تقدر تعتمد عليه الاعتماد الكامل وتقدر تحافظ على معلول. فانت محتاج فعلا في الميركاتو الصيفي ده يعني في 3 مراكز اعتقد ان الموضوع منتهي تماما، ان انت لازم تجيب حد بديل فيهم. الباك ليفت وعلي معلول لازم يبقى حد مكانه او حد بديل ليه، ومركز نص الملعب حمدي فتحي، رغم ان انت عندك لعيبه كتير في نص الملعب كويسه زي إليو ديانج ومروان عطيه وعمرو السوليه برده بخبراته، ومحمد قفشه لما يكون رايق، وطبعا القندوسي لما ياخد خبره. بس انا اعتقد ان انت محتاج واحد كمان دفاعي او على المستوى الدفاعي ومستوى اللعب بالراس ونفس امكانيات حمدي فتحي يكون موجود. وطبعا مركز راس الحربه اللي احنا يعني واحنا مغمضين اي واحد لسه بادئ يشجع الاهلي من سنه شايف ان الاهلي محتاج راس حربه. انتظروا حلقه كولر النهارده. الموضوع مش موضوع ماتش او تكتيك او حاجه، انا بس عايز اعمل زي سبوت كده على ان انت ازاي بدات تكون فرقه بتقدر تتعامل مع الفرق اللي هي بتعمل تكتلات بشكل مختلف. الصوره مختلفه عن السنه اللي فاتت. ياما اتظلمت انا السنه اللي فاتت لما كنت بهاجم موسيماني وهو بيكسب ان هو في مشكله وفي الحلقه ناقصها حاجه مهمه مش موجوده. اعتقد المايسترو
كولر قدر يلاقي الحته ديت. ده رايي عن ماتش النهارده وعن اللي احنا فيه عموما الفتره دي، واتمنى اسمع رايكم في الكومنتات، واتمنى تدعمونا باللايك شير وسبسكرايب، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.